ماتت أم أحدهم، فماذا كتب قائلا؟ قال: انتقلت رحمة الله إلى رحمة الله، انتقلت رحمة الله إلى رحمة الله. لسوف أعود يا أمي، لسوف أعود يا أمي، أقبل رأسك الزاكي، أبتك كل أشواقي، وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ترى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك. فكم أسهرت من ليل، فكم أسهرت من ليل لأرقد ملء أشفاني، وكم أظمأت من جوف لترويني بتحناني. ويوم مرضت لا أنسى، ويوم مرضت لا أنسى دموعا منك كالمطر. ويوم وداعنا فجرا، ويوم وداعنا فجرا، وما أقصاه من فجر، يحار القول في وصف الذي لاقيت من هجري. غدا أعود يا أمي، غدا أعود يا أمي، أرتاح من سفري، ويبدأ عهدي الثاني، ويبدأ عهدي الثاني، ويزهو الغصن بالورد. والله حينما تغيب الأم تغيب الحياة، وحينما تموت الأم تموت كل الأمنيات، وحينما ترحل الأم يرحل كل ما هو جميل. سيظل الإنسان في حياة أمه رجلا إلا حينما تموت أمه، سيشيب دفعة واحدة، سيشيب دفعة واحدة، وسيصير عجوزا مرة واحدة. أسأل الله جل في علاه أن يحفظ لنا أمهاتنا، وأن يرحم من مات ورحل منهن. أسأل الله أن يجعل أمهاتنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم آمين.